على الرغم من خروج المغرب من دور 16 بخسارته أمام جنوب إفريقيا، إلا أن حضوره كان ملموسا في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث توج المنتخب الإيفواري باللقب في حفل أقيم على أرضه، متغلبا على نظيره النيجيري في تحول مثير للأحداث. كما لو كان ينبعث من الرماد كطائر الفينيق، استطاع المنتخب الإيفواري أن يجد طريقه مجددا نحو الصدارة بعدما بدا خارج المنافسة على اللقب بفضل فوز المغرب على زامبيا، مما مهد الطريق للإيفواريين للتأهل كواحد من أفضل فرق المركز الثالث. وفي أجواء احتفالية بالفوز لم يغفل ماكس كراديل قائد المنتخب الإيفواري ولاعب نادي غازي عنتاب التركي عن تقدير المغرب، حيث حمل العلم المغربي وجرى به عبر أرجاء الملعب، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا من الجماهير المتواجدة في ملعب الحسن وتارا. فوت كوديفوار الصحيفة الرياضية سلطت الضوء على هذه اللفتة من كراديل، معلقا بأن حمله للعلم المغربي يجسد الأخوة التي تمت صياغتها بين الشعبين. وأشارت الصحيفة أيضا إلى الأعلام المغربية التي ظهرت في المدرجات، واصفة إياها بأنها تحية إعجاب من الجماهير الإيفوارية للمغرب. الجماهير الإيفوارية التي توافدت إلى الملعب في أبيجان أظهرت امتنانها للمغرب ليس فقط من خلال إحضار الإعلام الوطنية لبلادها، بل أيضا عبر إبراز الإعلام المغربية، تقديرا للدور الذي لعبه المنتخب المغربي في إعادة إحياء آمال الفريق الإيفواري. ومع تواصل اللعب على أرض الملعب، كانت الشاشات العملاقة بالملعب تعرض العلم المغربي بين الحين والآخر، مما أثار حماس الجماهير التي استجابت بتصفيق حار. خارج الملعب، كان الإيفواريون أيضا يعبرون عن تقديرهم للمغاربة، معتبرين الفوز فوزا مشتركا يعكس الدعم المغربي.